لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ سنة 1944 أثناء الحرب العالمية التانية، ومع صوت إطلاق النار المستمر جنب المحيط الهادي بنشوف جندي بحرية أمريكية اسمه إليس، وهو بيقود وحدته للمحيط علشان يهربوا. ولكن وحدته اتعرضت لكمين شرس من قبل الجنود اليابانيين، وإليس هو الوحيد اللي قدر ينجح في الهروب عن طريق مركب مطاطي صغير، وفضل ماشي بالمركب في وسط البحر لعدة أيام. ولأن معهوش أي إمدادات أو أكل كان على وشك إنه يموت بسبب الجوع. بس فجأة عينيه بتقع على جزيرة قريبة من المحيط، فبيفضل يجدف بالمركب لحد ما بيوصل لشاطئ الجزيرة دي. وبعد ما بيربط المركب على الشاطئ بيدخل جوه الجزيرة علشان يدور على أي مساعدة، ولكنه بيلاحظ إن الجزيرة مهجورة ومفيهاش أي بشر. فإليس بيتصدم وبيحس باليأس الشديد، ولكن مع ذلك مش بيستسلم وبيفضل يتعمق في الجزيرة أكتر وأكتر لحد ما بيلاقي كنيسة قديمة موجودة هناك. ولما بيروح يقرب منها بيشوف راهبة اسمها أنجيلا بتخرج من الكنيسة. فإليس استغرب من وجود راهبة في المكان المهجور ده، وكمان أنجيلا اتفاجئت بوجود إليس وكانت خايفة منه جدا. ولكن إليس طمنها وقال لها إنه جندي في البحرية الأمريكية وإنها في أمان معاه. ولما سألها عن عدد السكان اللي موجودين في الجزيرة، أنجيلا قالت له إن مفيش حد موجود في الجزيرة غيرها. ولكن إليس شك في كلامها وما كانش مصدق إن بنت في جمالها تكون قاعدة في الجزيرة دي لوحدها. وعلشان أنجيلا تثبت له صدق كلامها بتدخله للأوضة اللي عايشة فيها داخل الكنيسة، وساعتها إليس بيتأكد إنها عايشة لوحدها فعلا. وأنجيلا بتضيفه وبتقدم له مجموعة من الفواكه والأكل اللي عندها. ولما إليس بيسألها عن سبب وجودها في الجزيرة، أنجيلا بتحكيله إنها جت مع كاهن لهنا علشان يساعدوا الكهنة المسنين اللي عايشين في الجزيرة في الهروب من الجنود اليابانيين. ولكن أول ما وصلت للجزيرة هي والكاهن، الجنود اليابانيين كانوا استولوا على الجزيرة بالكامل وأسروا الكهنة المسنين. وبما إن الوضع كان خطر جدا قررت هي والكاهن إنهم يستخبوا داخل الكنيسة. ولكن للأسف الكاهن اللي كان معاها تعب ومات، ومن ساعتها وأنجيلا بقيت لوحدها في المكان ده. والناس اللي في البلد بتاعتها اعتقدوا إن اتقبض عليها من قبل الجنود اليابانيين، وعلشان كده ما بعتوش ليها أي حد علشان ينقذها. وساعتها إليس بيتأثر بقصة أنجيلا وبيقرر إنه يشاركها بقصته هو كمان، وحكى لها إن وحدته اتدمرت في هجوم مفاجئ من قبل الجنود اليابانيين، وهو الوحيد اللي نجا وقدر يهرب وفضل تايه لحد ما وصل للجزيرة دي. فأنجيلا بترحب بيه وبتقترح عليه إنه يريح شوية، وبالفعل إليس بيروح ينام. وبعد ما بيصحى بيلاقي أنجيلا مولعة الشموع وعمالة تصلي، وهي بتطلب من الله إنه يرشدها للطريق الصحيح. وتاني يوم إليس بيخرج مع أنجيلا للغابة علشان يجمعوا الأكل من هناك. ولأن إليس جندي شجاع بيطلع على شجرة جوز الهند المرتفعة جدا، وبيفضل يرمي ثمارها من فوق لأنجيلا اللي بتفضل تشكر الله إنه بعتلها شخص زي إليس علشان يساعدها. ولأن إليس كان محتاج ياكل لحوم علشان تقويه بيفضل يدور على أي حيوان علشان يصطاده. وأول ما بيشوف سلحفة كبيرة بتعوم في المحيط بيروح يجهز خشبة وحبل وبيطلع على المركب المطاطي بتاعه علشان يروح يصطادها. وأنجيلا بتقرر إنها تروح معاه، والاتنين بيفضلوا يجدفوا لحد ما بيوصلوا للسلحفة. ولكن اصطيادها ما كانش سهل، لأن أول ما إليس بيمسك السلحفة بالحبل بتفضل تشد فيه لحد ما بتوقعه في المية. وساعتها أنجيلا بتساعد إليس وبتطلعه على المركب مرة تانية، وبيقدروا هما الاتنين إنهم يصطادوا السلحفة في الآخر. ولما بيرجعوا للجزيرة إليس بيطبخ السلحفة وبيفضل ياكلها. ولما بيطلب من أنجيلا إنها تاكل معاه بترفض لأنها مش بتاكل اللحوم. وبعدها إليس بيبلغ أنجيلا إن الجزيرة دي متوفر فيها كل حاجة محتاجينها، وده معناه إن حتى لو مجالهمش أي إنقاذ ممكن يفضلوا عايشين هنا عادي. وساعتها أنجيلا بتقوله طيب هي راهبة ومتعودة على الوحدة، ولكن بالنسبة له هو أكيد أسرته مستنياه. وساعتها إليس بيعرفها إن هو يتيم أصلا واتربى في ملجأ لحد سن 14 سنة وواجه صعوبات كتير في حياته. وأنجيلا بتعرفه إن هي كمان يتيمة، ولأنها بتمتلك إيمان عميق بالله اختارت إنها تبقى راهبة.
وتاني يوم إليس وأنجيلا بيشوفوا طيارة يابانية فوق الجزيرة، فبيخافوا جدا وبيستخبوا بسرعة، لأنهم بيكونوا عارفين إن لو تم رصدهم هيخلصوا عليهم على طول. وإليس بيبلغ أنجيلا إنهم لازم يستخبوا في مكان تاني غير الكنيسة الأيام اللي جاية، وبيعرفها إنه شاف كهف مناسب في الجزيرة قبل ما يوصل لها، ممكن يروحوا يقعدوا فيه لحد ما الأوضاع تتحسن. وبالفعل أنجيلا بتوافق وبيروحوا يستخبوا في الكهف مع بعض. وتاني يوم بيصحوا على أصوات انفجارات قوية، ولما إليس بيخرج من الكهف بيشوف الطيارات اليابانية وهي بتقصف الجزيرة بالصواريخ، فبيخاف جدا. وكمان أنجيلا بتترعب وبتفضل تصلي للرب علشان ينقذهم. وبعد ما اليابانيين بيوقفوا القصف، أنجيلا وإليس بيخرجوا يشوفوا الدمار اللي حصل في الجزيرة، وبيلاحظوا إن الكنيسة اللي كانت مأواهم اتدمرت هي كمان. وبعدها بتوصل وحدة من الجنود اليابانيين للجزيرة علشان ينشئوا محطة للأرصاد الجوية على الشاطئ، وبيكونوا دمروا المركب المطاطي بتاع إليس، واللي أول ما بيشوفهم هو وأنجيلا بيدخلوا يستخبوا في الكهف مرة تانية، لأن الجنود اليابانيين بيكونوا في كل مكان. وإليس بيطلب من أنجيلا إنها تستخبى في عمق الكهف، وهو بيقف حارس قدام مدخل الكهف وبيكون ماسك سكينة في إيديه. ولحسن الحظ الجنود اليابانيين مقربوش من الكهف اللي موجود فيه إليس وأنجيلا، وساعتها أنجيلا بتقترح على إليس إنها تسلم نفسها للجنود اليابانيين، واللي أكيد مش هيأذوها لأنها راهبة وهيسيبوها تمشي، وكمان علشان تخلي إليس يستغل انشغالهم ويقدر يهرب لوحده. ولكن إليس بيرفض وبيبلغها إن اللي بتقوله ده غلط، لأن الجنود اليابانيين أول ما يشوفوها هيخلصوا عليها، ومش هيفرق معاهم إذا كانت راهبة ولا لأ. وساعتها أنجيلا بتقتنع بكلامه وبتقرر إنها تفضل مستخبية معاه في الكهف. وفي الليل إليس بيخرج من الكهف علشان يصطاد أي حاجة ياكلوها، ولكن للأسف الجنود اليابانيين بيشوفوه وهو على الشاطئ. بس ساعتها إليس شغل دماغه ومثل إنه ميت، وبالفعل الجنود اليابانيين اتخدعوا وصدقوا إنه ميت فعلا وسابوه ومشيوا. وساعتها إليس بيقدر يصطاد سمكة من المحيط وبيرجع للكهف علشان ياكلها هو وأنجيلا. وأثناء ما كانوا بياكلوا السمكة، أنجيلا وقفت أكل مرة واحدة، لأنها افتكرت إنها ما بتاكلش أي لحوم من بعد ما أصبحت راهبة، وبعدها بتجيب اللي في بطنها لأن جسمها مش بيقدر يهضم اللحوم أصلا، وبتروح تنام وهي جعانة. فبتصعب على إليس اللي بيخاطر بحياته وبيقرر إنه يتسلل للمعسكرات اليابانية علشان يسرق الأكل بتاعهم ويجيبه لأنجيلا. ولكن في الوقت ده في جندي بيدخل للمعسكر، وده بيخلي إليس يستخبى تحت السرير طول الليل لحد ما بيجي الصبح والجندي بيخرج من المعسكر. وساعتها إليس بيقدر يخرج وبيكون معاه شنطة مليانة بالأكل. ولما أنجيلا بتصحى من النوم ومش بتلاقي إليس موجود في الكهف، بتخاف جدا وبتعتقد إن الجنود قتلوه، وبتفضل تبكي على إليس. ولكنها بتتفاجئ لما بتلاقي إليس جايلها ومعاه شنطة مليانة بالأكل. وساعتها أنجيلا حست بالراحة وشكرت الرب إنه لسه بخير. ولكن في نفس الوقت أنجيلا كانت متضايقة من إليس لأنه معرفهاش هو رايح فين. وساعتها إليس بيوعدها إنه مش هيخرج تاني غير لما يكون قايل لها. وتاني يوم إليس بيدي لأنجيلا وردة حمراء ومشط خشبي صنعهولها بنفسه، وده فرح أنجيلا جدا. ولما إليس بيسألها إذا كانت فكرت تسيب حياة الرهبنة وتعيش حياة طبيعية، أنجيلا بتقوله إنها لسه ما قررتش لحد دلوقتي، وبتعرفه إن الكنيسة بتسمح لهم ب5 سنين تحت التجربة، وبعدها بياخدوا قرارنا النهائي في الرهبنة مدى الحياة. وفجأة أنجيلا وإليس بيسمعوا أصوات دوشة برا، ولما بيخرجوا من الكهف بيشوفوا الجنود اليابانيين وهم ماشيين من الجزيرة، فبيفرحوا جدا لأنهم خلاص هيقدروا يعيشوا بحريتهم في الجزيرة، وكمان لأن أكيد الجنود سايبين أكل في المخيمات بتاعتهم. وفي الليل إليس بيقول لأنجيلا إنه عاش وحيد طول حياته وتحمل كتير، ولكن دلوقتي هو سعيد جدا وهو موجود معاها، وبيعترف لها إنه حبها من كل قلبه. ولما بيطلب منها إنهم يتجوزوا بعد ما الحرب تخلص، أنجيلا بتتصدم وبتقوله مش هينفع، لأنها كرست نفسها لله ومش ممكن تخون العهد ده مهما حصل. وساعتها إليس حس بالحزن الشديد،
ولكن مع ذلك احترم قرار أنجيلا، وكمان اعتذر لها عن كلامه إذا كان ضايقها. وأثناء ما كانوا بياكلوا مع بعض، إليس لقي إزازة ويسكي في مخيمات الجنود اليابانيين، وفضل يشرب منها لحد ما بقي سكران على الآخر. وفضل يسخر من عهود أنجيلا مع الله، وشبه عزلتهم في الجزيرة بعزلة آدم وحواء في جنة عدن، واللي اتجوزوا من بعض عادي، وانت لسه رافضة انك تتجوزيني. فأنجيلا بتتضايق من كلام إليس وكمان بتخاف منه، وعلشان كده بتسيبه وبتخرج للغابة. ومع إن البرد كان شديد والسما عمالة تمطر، إلا إن أنجيلا بتقرر إنها تنام في الغابة بعيد عن إليس اللي بيخرج يدور عليها، ولكنه مش بيقدر يشوف هي فين بسبب الضلمة. فاستنى لما الصبح طلع وخرج يدور عليها مرة تانية، وأخيرا قدر يلاقيها، ولكنها بتكون فاقدة الوعي. فإليس بيشيلها بسرعة علشان يدخلها للمخيم، ولكنه لما بيلاحظ إن الجنود اليابانيين راجعين للجزيرة، أخدها على الكهف اللي كانوا بيستخبوا فيه. ولما إليس لاحظ إن حالتها صعبة جدا، قرر إنه يتسلل لمعسكر اليابانيين مرة تانية علشان يسرق مجموعة من البطاطين والدواء لأنجيلا. ولكن للأسف في جندي شاف إليس وهجم عليه، بس إليس بيقدر يضرب الجندي ويقتله، وبعدها بياخد البطاطين والدواء اللي عايزه وبيرجع للكهف بسرعة، وبيروح يغير هدوم أنجيلا المبلولة وبيديلها الدواء، وبعدها بيغطيها بالبطانية. والأول مرة من فترة كبيرة إليس بيبدأ يصلي علشان ربنا يشفيها. ولما أنجيلا بتستعيد وعيها، بتستغرب لما بتلاقي نفسها موجودة على السرير وهدومها متغيرة، وإليس بيعرفها إن هو اللي عمل كده علشان ينقذها، وفضل يعتذر لها عن أسلوبه معاها في الليلة اللي فاتت. وبعد ما أنجيلا عرفت إن إليس أنقذ حياتها، بتقرر إنها تسامحه. وفجأة الاتنين بيسمعوا أصوات انفجارات قوية جدا، وإليس بيخرج وبيشوف اليابانيين وهم بيكسفوا الجزيرة بالصواريخ مرة تانية، بعد ما لقيوا جثة الجندي اللي قتلوا إليس في المخيم، وهم دلوقتي بيدوروا على إليس. وبعدها الجنود بيقربوا من الكهف، وبيفضلوا يقولوا إنهم هيرموا قنابل داخل الكهف لو محدش خرج. وإليس وأنجيلا كان قدامهم خيارين، يا إما الاستسلام أو الموت. ومع إن أنجيلا بتكون عارفة إن نهايتهم قربت، إلا إنها بتفضل تصلي للرب علشان ينقذهم. وفي اللحظة دي القصف بيبدأ يشتغل بشكل مكثف، وإليس وأنجيلا بيسمعوا أصوات الجنود اليابانيين وهم بيصرخوا. ولما إليس بيخرج من الكهف، بيشوف الطيارات الأمريكية وهي بترمي صواريخ على معسكرات اليابانيين، فبيفرح جدا هو وأنجيلا. ولكن إليس بيبلغها إن لو الجيش الأمريكي هبط على الجزيرة، هيتدمروا بسبب الأربع مدافع الضخمة اللي حاطينها الجنود اليابانيين. وساعتها أنجيلا بتقول لإليس إن دي إشارة من الرب ليه علشان يروح يساعد الجنود الأمريكان. وبالفعل إليس بيخرج لساحة المعركة، وبيروح يعطل الأربع مدافع بسرعة. وعلى الرغم إنه اتصاب بكذا طلقة في جسمه، إلا إنه أنقذ حياة كتير من الجنود الأمريكان واللي دخلوا للجزيرة بدون إصابات. وبعدها أنجيلا بتخرج من الكهف وبتروح تعالج جروح إليس، واللي بيقول لها إن جه وقت وداعهم، وإنهم ممكن ما يشوفوش بعض مرة تانية. وساعتها أنجيلا بترد عليه بجملة حلوة قوي: حتى لو ما قضيتش بقية حياتي معاك، خليك واثق إنك هتفضل دايما في قلبي. وفي نفس الوقت الجيش الأمريكي بيرفع العلم بتاعه على الجزيرة، ولما بيشوفوا إليس وهو لسه على قيد الحياة، بيندهشوا جدا لأنهم كانوا فاكرين إنه مات. وبعدها بيحطوا إليس على نقالة علشان يسعفوه، وأنجيلا بتفضل ماشية وراه وهي عمالة تودعه، لأن إليس عمره ما أجبرها أبدا على حبه، وكمان ما أجبرهاش إنها تتخلى عن إيمانها بسببه. وعلشان كده أنجيلا كانت بتحترم إليس دايما. الفيلم ده بيعرفنا إن الحب الحقيقي مش معناه إننا لازم نكون مع بعض دايما، وحتى لو في شخصين بعاد عن بعض، من الممكن إن قلوبهم تكون متصلة. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.